طلعنا روحنا في الحياه وشقيانين زينا زي بقيه الناس. فليه لازم دايما اصدر ان انا باربي؟ ايه الدور اللي نقدر نقول عليه من اللي بيسموهم دور جريء؟ فانا مش شايفه ان انا جريئه خالص يعني انتوا ما شفتوش حاجه. مفيش، انا مش هعمل قبولات في حياتي، ده قرار. السينما النظيفه والسينما اللي مش نظيفه والسينما المبقعه وما ودناش في ده هي غير هذه الافكار يعني. واخر يوم في نفسنا موقفه ايه بالنسبه لي؟ مش فاكراه. مساء الخير. النهارده حلقه مختلفه شويه، وده عشان معانا ممثله مختلفه جدا. هنا انا مش بس بتكلم على ادوارها، انا كمان بتكلم على افكارها ومواقفها. كل قرار في حياتها وراه حكايه، وكل راي وراه وجهه نظر حقيقيه بتدافع عنها. ضيفتنا صاحبه كاريزما عاليه جدا، وبتدخل القلب بسرعه جدا، واحيانا بتثير الجدل. معانا النهارده في بودكاست وفيها ايه الفنانه الجميله هدي كرم. مش محتاج اقول لك حاجه زي دي طبعا. انا شخصيا سعيد ومتحمس قوي للحلقه دي. وانا كمان مبسوطه ومتحمسه. نتمنى ان شاء الله تكون الحلقه لطيفه بالنسبه لك. ان شاء الله. طيب احنا في بدايه البودكاست بتاعنا اسمه وفيها ايه. امتى اخر مره قلت لنفسك وفيها ايه بقى انا هعمل كده؟ قرار غريب، حاجه عكس اللي الناس تتوقعه منك مثلا. انا بيتهيألي قرارات صغيره على مدار اليوم كل يوم. يعني اصل يعني التحدي كبير قوي للست في المجتمع الشرقي، والست في المجتمع الشرقي الممثله والمعروفه بنصدر دايما عليها احكام انه لو عملت كده هيقول عليها كده، ولو لبست كده هيقول عليها كده، ولو راحت كده، ولو عرفت كده فكل حاجه لازم افكر اقول طب ولو عملت كده هيحصل ايه، طب لو قلت كده هيحصل ايه. فبقيت بقول طول الوقت انا عندي تحول كده في وقت من الاوقات حصل لي، وده حصل على مدار ال3 سنين اللي فاتوا، انه قررت انه انا ما اخافش وانه وفيها ايه. اوكي، ايه الحاجه اللي ممكن الجمهور لما يسمعها عنك يتفاجئ يتوقعش ان هدي كرم ممكن يبقى فيها الحاجه دي؟ انا شارب، انا حاده مش عصبيه. يعني انا حد شارب في حاجه، يعني مواعيدي تلاقيني شارب، في الحاجات اللي انا عايزاها فيري شارب، في شغلي، يعني انا قاسي على نفسي قبل ما اكون قاسي على اي حد. فالناس ما بتبقاش يعني التركيبه دي بالنسبه لهم مش متوقعينها قوي، فاكريني فاهم رايقه قوي وهاديه قوي انا مرحه جدا. ما هو ده مش متناقض مع ده. انا مرحه جدا ومجنونه وبحب كل حاجه وبحب الحياه وبحب اعيش وبعيش حلو، لكن انا في الجد يعني في الجد جد وفي اللعب لعب. طيب احنا هنخبط على صندوق الذكريات وبرضو عايزينك تفتحيه. اوكي تمام. اول كراش في حياتك فاكره؟ اول كراش في حياتي كان ابن عمي. يا الله. كم سنه ده؟ كان عندي مش عارفه 8 سنين، كنت بحبي غالبا. يا نهار ابيض. يعني انا كان مثلا هو اكبر مني ب6 سنين، فهو مثلا كان عنده 12 سنه وانا عندي 6 سنين حاجه كده يعني اللي هو يعني ولد وفي العيله. انت فاهم الكراش الاولاني اللي هو اول ما البنت تبدا تفهم ان ده جندر مختلف فيبدا يحصل في اتراكشن، زي الحب الاول بتاع البنت لابوها. اكيد. ما هو دايما كده. انا كان ابن عمي اكبر مني فكان في كده، ده اول كراش. قلتي له حاجه من ساعتها؟ جدا طبعا. رحتي بعد شويه بقى قلت له كنت اول كراش. طيب في الطفوله برضو جريمه كده عملتيها في البيت يمكن محدش يكون عرف عنها وقتها؟ مش لازم لحد دلوقتي، يا سلام بقى لو لحد دلوقتي محدش عرف عنها. لا ماما عرفت عني كل حاجه. مره فتحت لاختي عينها بس ما عرفتش ماما وقتها، بقى عرفت بعديه بشويه. كنا بنلعب انا وهي، اختي اصغر مني ب5 سنين وشويه، فكنا بنلعب انا وهي. كان عندها ميان بيانو كده صغير، بيانو صغير كده بيطلع صوت بس له رجلين كده. فالمهم هي عايزه تاخد مني البيانو وانا عايزه اخد منها بيانو، فهي كانت نايمه على الارض، فرحت ماسكه البيانو ورحت رزعاه برجليه جنب عينها، فتحت لها جنب عينها هنا. هي كانت جدعه بقى ما قالتش ماما ساعتها، ما سكتت عادي جدا. وجبت جريد بقى، جبت تلج وقعدت اعمل كمادات بقى. بس طبعا ماما رجعت لقيت عينها ورمه قد كده، المفروض ان انت الكبيره اللي تحافظي عليها بس يعني بس لكن حاجات كده كلها حاجات بسيطه يعني. ما بكذبش على امي انا قوي يعني، ما بخبيش حاجه قوي يعني أنا. طيب لو قلنا موقف في الفتره دي حصل معاكي ونقدر نقول لسه مؤثر معاكي لحد دلوقتي او مؤثر فيكي. افتكر كويس قوي ان انا اكتشفت الموت وانا صغير، يعني فهمت يعني ايه موت. وكانوا اهلي بيتكلموا قدامي كتير، وانا انسانه كنت طول عمري حساسه واحب قعده الكبار قوي واحب اسمعهم وكده، فكنت اقعد بقى على الجنب كده عشان ما حدش ياخد باله مني واسمع بيقولوا ايه. فكانوا بدأوا يتكلموا بقى عن الموت والناس حضرت يعني كونفرسيشن يعني عن مين مات وهو نايم بالليل. فانا بقى قعدت سنين خايفه جدا انام بالليل على احسن اموت وانا نايمه، وانه ايه اللي يضمن لي؟ طب انا ممكن قلبي يقف وانا نايمه. وبعدين افتكر كويس قوي ان بابايا
مره قعد معايا على السرير جنبي وقال لي انت ليه بتخافي تنامي بالليل وايه اللي حصل. فحكيت له قد ايه القعده دي يمكن هو ما يفتكرهاش، القعده دي فرقت جامد جدا جدا في حياتي. فدي مثلا من المواقف اللي ما انساهاش. طب ده يعني وجهة نظرك اتغيرت اتجاه فكرة الموت بقت اتغيرت على دلوقتي سنين بقى ايه؟ لا ده عادي جدا، ده جميل تتعاملي معاه عادي؟ عادي. لا الموت على فكره، الموت في حد ذاته هو انتقال بس مش اكتر. احساسك في اول مرة قدام كاميرا بقى؟ كمذيعه ولا كممثله؟ لا كممثلة وبعدين كمذيعة. على فكره المذيعه بدأ الاول. اشتغلت الاول مذيعه، اشتغلت في زمان اعلانات وبعدين مذيعه. بس كممثله يعني ما اعرفش ازاي. والحاجه غريبه جدا ان انا ما كانش عندي اي رهبه، زي ما كنت واقفه قدام الكاميرا دي في حياه اخرى قبل كده او دي حياتي المعتاده. يعني ما افتكرش ان انا جالي التوتر بتاع ان انا واقفه قدام كاميرا والناس كتير والمخرج واقف على المونيتور ما افتكرش ان انا عديت باللحظات دي ابدا. بعدي بيها في اول كل عمل، اللي هو عارف اللحظات الاولى ان انت داخل على كرو مختلف، لسه مش واخد على الاجواء، الناس بتعرف على بعض اول يوم يومين وبتاع. اول طلعه مش اول يوم يومين كمان، يعني اول جملتين اول مشهد. حلو قوي. لكن ان انا يبقى عندي الرهبه بتاعه اللوكيشن لا ما كانتش عندي خالص. وبالنسبة للبرامج بقى؟ غالبا انا نسيت ولا ايه مش فاكره لا كنت بعمل برنامج اسمه اطباق واجواء، برنامج كان بيتعرض على قناه الام بي سي ساعتها. وكان برنامج رمضاني وكان بيتكلم عن الطبيخ، فكان بيتكلم عن اطباق واجواء، يعني اطباق من بلاد مختلفه يعني. تمام. وكان جميل جدا وممتع، وكنت بقول دباجه في الاول انترو كبيره كنت بقعد احفظها لا يعني مفيش برضو رهبه خالص ولا لا خالص. بحس ان انا طول عمري بحس انا فاميليار جدا مع الكاميرا والمرايه. يعني كنت زمان قبل الكاميرا بقى كنت اقعد بقى امثل قدام المرايه وارقص بقى وفوازير شريهان ونيلي بقى والبس العقاد والجبات الواسعه واقعد اقلد الاستعراضات. بس لسه ما عملتش فوازير، هي دي مرحله جايه. بتفكري فيها؟ والله ابدا بالعكس. طيب في البدايه خالص اشتغلتي كموديل في عدد من الاعلانات والكليبات، هل انت كنت واخده دي فتره مؤقته محطه ولا كان ممكن تكملي من ضمن اهدافك انك كانت عادي تكملي فيها؟ لا انا مش بشوف ان الموديلنج عمره صغير، يعني عمره قصير قوي. وبعدين انا ما عنديش مقاومات قوي. يعني الموديل محتاجه يبقى ليها مقاومه، تهتم قوي بشكلها، تهتم قوي بطولها، طولها مش هتقدر تطول بس يعني برفعها بلبسها انا مش شخصيه الموديل قوي يعني انا هلهليه اكتر. وعندي جوايا اللي يخليني اعدي اتخطى الموديل يعني. يعني مش شكل بس، انا شكل ومخ وعقل وروح، وعندي حاجات اقولها وعندي حاجات الناس تسمعها. مش ان انا اكون موديل، مش بقلل من الموديل، بس هي كانت مرحله محطه زي ما احنا بنقول. طيب لو بصيتي على مشوارك الفني بقى كل الفتره اللي فاتت دي، ايه النقطه اللي نقدر نقول عليها هي دي نقطه التحول فعلا في المشوار؟ كتير. العندليب، نفسنا، دول مثلا من النقطتين المهمين قوي في حياتي، بعتبرهم نقط تحول. يعني دول اكتر حاجتين. يعني افلام، يمكن من الافلام اللي بعتز بيها قوي برضو بحبه وبحسه نقطة مهمة، البلياتشو. يعني دي من الحاجات اللي بحس. طيب نتكلم على حاجه سريعا كده، عشان انا حاسس ان احنا بنسال ونجاوب فعايزين نعمل حركه. احنا معانا هيدي كرم فلازم يبقى الموضوع خايف الحوار يخلص بسرعه. لا لسه كده الحوار احنا قاعدين. طيب جينا للعندليب، انت وقفت عند العندليب واتكلمتي. كلمينا شويه عن العندليب، التجربه كانت عامله ازاي بالنسبه لك؟ ايه اغرب الحاجات ابرزها؟ العندليب ما كنتش هعمله. العندليب حصل ان انا الاستاذ جمال عبد الحميد طبعا له كل الفضل، انا الراجل ده بحترمه وبقدره وله فضل كبير جدا عليا. كنت اشتغلت معاه مسلسل اسمه الامبراطور طبعا، وكان اللي معرفني عليه الاستاذ الجميل الزميل العزيز جدا برضو اللي له فضل عليا، ايهاب فهمي. هو عرفني على الاستاذ جمال وقال لي، ودخلت معاهم اعمل مسلسل الامبراطور. وبعدين استاذ جمال دخل يعمل مسلسل العندليب، وكانوا عايزين دور بنت لحبيبه عبد الحليم اللي هي جيجي. تمام. فطبعا حبيبه عبد الحليم والمسلسل بقى عقبال ما نقوا شادي شامل عملوا بقى المسابقات الرهيبه. أيوة العالم كله فاهم اللي هو مستني مسلسل العندليب ده. فيعني مين بقى حبيبه عبد الحليم؟ فالعبد لله ما كانش حد يعرفها، يعني يمكن البواب بتاع العماره اقصاها لسه بقى عامله يا دوبك حاجات صغنطوطه وانا بنت لسه صغيره. فاستاذ جمال رشحني للعدل جروب انه اعمل دور العندليب،
وطبعا هم كان عندهم تحفظات، وطبعا معاهم حق، لانه مين دي وليه؟ طب ما عندنا فلانه، والنجمات بقى كانوا ساعتها من جيلي، بس كانوا نجمات بقى بدأوا قبلي بكتير. طب وليه؟ ما احنا عندنا فلانه وفلانه وفلانه ودي تنفع ودي تنفع. فالمهم بعد ما كنت رحت وقابلت استاذ جمال وتمام التمام، قريت في الجرايد، كان من زمان بقى الجرايد لسه، طبعا الخبر بيقول ان هم اختاروا فلانه الفلانيه نجمه العمل حلو. قدام. مش انتي؟ مش انا بقى، كنت ساعتها بصور فيلم اسمه استغمايه، كنت بعمل مشهد فيه عياط في الفيلم، عيطت عياط جاهزه بقى. فاهم يعني يعني بقيت الممثله عبقريه، فاهم. وبعدين بعد ما خلاص دخلوا كلمت هناك يعني حد من الانتاج، قالوا لي خلاص وتمام وصوروا كده. ما كانوش صوروا شخصيه جيجي بس، كانوا بدأوا يصوروا واستقروا ومضت وبتاع. ويشاء ربنا يعني انه استاذ جمال يحارب تاني عشان خاطر يجيبني، لانه مقتنع بيا. ولقيته بيكلمني في يوم بيقول لي كنت انا بقى خلاص داخله انام، انا بنام بدري قوي، فكنت استحميت وداخله انام. بيقول لي انت فين؟ قلت له استاذ جمال. قلت بقى هيعرض عليا دور صغير عشان بقى يصالحني ولا ياخد بخاطري ولا حاجه. قال لي انت فين؟ قلت له انا في السرير وخلاص هنام. قال لي لا تقومي دلوقتي تجيلي. اجي لك فين؟ تجيلي اللوكيشن. رحت اللوكيشن. يا استاذ جمال خدوا مقاساتها. استاذ جمال بقى ما بيتكلمش كتير. خدوا مقاساتها. لا بقى ايه اعمل ايه يعني؟ انا اعمل ايه؟ انت عندك تصوير بعد يومين. مين فين؟ بس. وفعلا 48 ساعه كنت قاعده بعمل اول مشهد مع شادي شامل دور جيجي، وده كان لحظه تحول كبيره في حياتي. حلو قوي. ده العندليب. نفس انا نفس انا عملت بقى اوديشن، يعني تستات كتير، كانوا هم مستقرين على انتصار وعلى شيماء. كان في فكره حد تالت يكون موجود اصلا. اوكي تمام. هم كانوا عايزين يجيبوا اعمار وخلفيات ثقافيه مختلفه. متوقع. فكانوا بيدوروا على خلفيه ثقافيه شبهي. فالحقيقه ان في زميلات كمان مذيعات عملوا كاستنج وقابلتهم يعني كنا رايحين ورا بعض يعني، هي خلصت وانا اكمل كده. وكانت انتصار وشيماء قاعدين لان كان الاستقرار حصل عليهم. والمهم وعملت الكاستنج وانا او الاوديشن وانا مش عارفه ايه اللي هيحصل. وبعدين لقيتهم بيكلموني بيقولوا لي استاذ طارق مبسوط منك وعجبه طريقتك وشكلك وصوتك وشايف فيكي بوتنشل، فيلا بينا. وعملنا بقى اول حلقه وانا طبعا طور الله في برسيمه يعني، كنت اللي بيتقال لي اقوله بقوله، كان بقى يوديني في داهيه يوديني في 60 داهيه. عمل لك مشاكل في الاول؟ عمل لنا كلنا يعني اكيد، لان البرنامج كان جريء جدا جدا بالنسبه للفتره دي، وكان بيتكلم في حاجات كتير وكان نوعيته مختلفه، بس عمل نجاح يعني نجاح ساحق بصراحه في الوقت ده بصراحه. كان نفسك تاني تكمله ولا شفتي انه خلاص كده 3 اجزاء كويسين؟ لا انا بصراحه كنت شايفه انه كده كفايه. نروح لوتر حساس. هل كنت متوقعه النجاح الكبير اللي حققه المسلسل ده؟ لا مش متوقعه للدرجه دي خالص. يعني كنت متوقعه المسلسل هينجح، هيتشاف، هيعمل حاجه كويسه، لان معانا مخرج كويس ولان معانا كاتب كويس، امين جمال طبعا يعني كاتب رائع، ومعانا استاذ وائل فرج المخرج، ومعانا طبعا ممثلات انا بحبهم، صبا وانجي الاثنين يعني ممثلات تقال. توقعت انه هيبقى حلو، بس ما توقعتش رد الفعل ده قوي. لا الاكسبلوجن الرهيب ده يعني حصل، فاهم، انفجار كده في السوشيال ميديا. ده حقيقي صح. فما توقعتش خالص. شخصية رغدة صعبة قوي. بس جميلة، عشقها. بس مش شبهك ولا في منها؟ لا، في كلنا فينا رغدة. كلنا عندنا حتة ما حدش فينا ملاك يعني، احنا مش ملايكة يعني، احنا عندنا كل واحد عنده قدر من الشر. هو بقى بيشتغل عليه، بيسيطر عليه وبيهذبه، ولا بيسيبه ينطلق في الحياة. بس رغدة إنسانة كمان أنا بشوف فيها إنها شوية ضحية يعني، ما هياش شريرة على طول الخط، بالعكس هي أكتر واحدة واضحة يعني، أكتر واحدة كانت واضحة بين الستات. طيب شاركتي في موسم الرياض بمسرحية الباشا، كلميني عن التجربة دي. بص أنا سعيدة إن أنا اشتغلت مع رامي إمام، لأنه مخرج رائع وإنسان على المستوى الإنساني رائع خطير يعني. ما بتقابلش في حياتك ناس كتير طيبين وهنيين. هني انت عارف الانسان طبعا. الهني طبعا. هو هني فطيب وهني ونظيف وانست وصادق جدا، صادق جدا في شغله وصادق جدا مع الناس حقيقة. وطبعا كريم حبيبي يعني، حبيب كل الناس، حبيب الملايين يعني. وكان داعم جدا ليا وكان بيشجعني جامد قوي، لان دي كانت اول مرة اعمل مسرح في حياتي. مظبوط.
فكان بيشجعني جامد قوي قوي، كان سبورت رهيب ليا. وهنا ويزو كلهم يجننوا يعني. انا انبسطت جدا بالتجربه جدا، بس كانت مرعبه لان انا اول يوم عرض في السعوديه، اولا جمهور، عارف احنا لو طلعت على المسرح في مصر وعكيت، انا في بلدي وسط ناسي حبايبي، ما يضحكوا عليا اهزر معاهم، وسطر وغطى عليا وخلاص هيعدي ليله وهتعدي، فاهم؟ لكن اروح اغلط في السعوديه واعك قدام جمهور جاي ومتحمس كنت خايفه جدا. انا مش هنسى قبل العرض بيومين، اولا عياط مستمر لا ينقطع، لا وبعدين احنا ما عملناش بروفات كتير. كان في ظروف، يعني كانت هنا مشغوله وكريم مشغول وكان في ظروف صحيه برضو، حد من الكرو تعب، وبعدين سافرنا وكان عندنا برضو قلق والمسرح ما كانش فاضي، فما لحقناش نعمل بروفات. وهم شاطرين لان هم عملوا كلهم مسرح كتير قبل كده، يعني فاهم انت، انا في حته تانية خالص، انا اساسا يعني لسه باخد اول خطواتي في المسرح. فانا اصلا بعمل كده. فقعدت أول اخر يومين بقى اكلم العيله كلها واعيط وبعدين ايه، العرض كان بيتعرض يوم 25 ديسمبر، ده الكريسماس، انا بعيد الكريسماس، فده الكريسماس، فالعيله كلها في القاهره بتحتفل وفاتحين الكاميرا وبيفرجوني بقى الاكل والغدا والمش عارفه ايه، وانا بلبس بقى عشان اطلع على المسرح اول يوم بقى، وبعدين غيرنا حاجات على الهوا. فالمهم دخل عليا كريم، دخل عليا بيقول لي يا دودو ما تخافيش يا دودو، بطاقته بقى الرائعه دي، أيوه. ما تخافيش يا دودو وهنبقى وهتعملي وما تقلقيش ومش باين. بص كده ليه مال عينيكي؟ قلت له لا انا ميك اب دخل في عينيا. فكمل كمل كمل، باين بص قال لي لا ده مش ميك اب، انت معيطه، انت بعيد العيد انا عايزه ابقى هناك بقى. بقى طبطب عليا، رجعوني مصر، طبطب عليا وقعدوا لي ما تخافيش وما تقلقيش ويا حبيبه قلبي ويا روحي ومعلش وكل سنه وانتم طيبين ومش عارفه ايه وبتاع. وعدت يعني عدت بفضل وجودهم جنبي وبفضل دعمهم الشديد ليا يعني. الحقيقه كانت تجربه. وبعدين اول ما نزلت من اول مشهد انا الستاره بتفتح بيا، يا نهار ابيض. فانا بقى عماله اقول ايه، طب يا رب اقع اتكسر فنلغي العرض، طب يا رب اقع اتكسر فيجيبوا حد غيري، يعني فاهم اللي هو اي حاجه بقى مش طبيعيه. المهم اول ما نزلت بقى من على خشبه المسرح، عملت بعد المشهد الاول بقى كلمت بقى العيله كلها، انا تمام يا جماعه، انا تمام يا جماعه، ده الموضوع يجنن. الحقيقه جمهور السعوديه كجمهور جمهور رائع، بيحب الممثلين المصريين جدا وجاي متحمس وحقيقي حقيقي قلبه مفتوح انه يستقبل مننا اي حاجه، وعايز يضحك وعايز يتفاعل معانا وعايز ينبسط، مش جاي يحكم عليك، مش جمهور جاي. جمهور المصري مش بيحكم عليك، بس جمهور المصري مثقف فنيا قوي، فاهم، متربي على الفن من واحنا صغار. احنا كنا بنسمع المسرحيات في الراديو في العربيه، فاهم انت فاهم احنا فين. فاحنا في الحته دي بطبعنا ناقد، احنا عندنا الحس النقد جوانا جامد جدا. هم جمهور كده اللي هو احنا تعالوا بس يعني رائع جميل، جاي يستمتع، جاي يستمتع، مش جاي يقيم، مش جاي يحكم، مش جاي لا، هو جاي ينبسط ويتفاعل معاك على المسرح ويقول لك كلمه فترد عليه ويتصور معاك. فكان الحقيقه مريح جدا. تمام. بره المسرح بقى، في نرجع تاني للاعمال بتاعتنا، في بعض الممثلات والممثلين ودول كتير ومش عيب يعني بيشاركوا في 4 و5 اعمال في السنه. انت مع الفكره دي ولا شايفه انه انا انتقي عملين وخلاص على كده؟ لا مش شرط، لان انت ممكن يتعرض عليك في السنه كذا عمل على مدار السنه كويسين. فانت مش هتقول لا انا اصلا عملت عمل في السنه فانا مش هعمل عمل تاني. لا انا يمكن يبقى صعب بالنسبه لي ان انا اعمل 2 و3 في نفس الوقت، ولو انها بتحصل ساعات، الواحد ساعات بيضطر يعني او بيتزنق في كذا حاجه مش قادر يرفضهم لانهم حلوين. لكن لا طبعا، ما بالعكس اتمنى ان يتعرض عليا حاجات كتير حلوه. محمد رمضان جدا احب اشتغل معاه جدا. لو اتعرض عليكي رمضان اللي جاي مثلا، يعني انا ما اعرفش اذا كان هو طبعا. لا طبعا. بص، اللي ينكر نجومية وذكاء وإصرار وتطور محمد رمضان يبقى بيضحك على نفسه. وبعدين انا ما عنديش مشكله مع محمد رمضان لا على المستوى الفني ولا على المستوى الشخصي. انا بشوفه شخص لطيف جدا في الاماكن العامه، حبوب جدا، بيتصور مع كل الناس، باله طويل، صح. ابتسامته دايما عريضه، بيتعامل مع كل الناس في الشارع المصري بكل مستوياتهم بحب واحترام. فالحقيقه ان انا شخصيا ما عنديش مشاكل مع محمد رمضان خالص، بالعكس نجم كبير واي حد يتمنى يشتغل معاه. مش ضد كلمه نمبر 1. بص، هو على فكره الاغنيه بتاعت نمبر 1 دي، انت ليه دايما كل الناس اخدتها ان هو بيقول على نفسه نمبر 1؟
ما هو انا ممكن اي حد على فكره يغنيها صح. على نفسه ان هو أيوة، نمبر 1. صح. يعني ليه احنا ماشي، انا عارفه ان هو عنده طريقه كده ما هو يقصدها وهي ذكاء منه، ماشي فيها شويه استفزاز، اوكي ماشي تمام. بس في الاخر انت ليه ما بتبصش لمحمد رمضان على انه مثال للنجاح اللي جه من تحت لفوق؟ ليه ما بتشوفش ان ده انسبيريشن؟ ليه ما بتشوفش الهام ليك؟ ما بتشوفوش الهام ان كل شيء ممكن لو الواحد عنده الاصرار والعزيمه؟ ليه لا؟ ليه بتشوف ان محمد رمضان بيستفزني؟ ليه ما بتشوفش ان محمد رمضان بيديني مثل امشي بيه؟ انت بقى عايز تشوف الموضوع ده ازاي؟ انت ونفسيتك بقى، دي مشكلتك. لكن ما كل نجوم العالم الكبار مستفزين على فكره. ايوه، يعني كل النجوم اللي هم عاملين باز في العالم عندهم حته كده تحس انهم بيستفزوك وانت بتتفرج. يعني جيلو مثلا مستفزه جدا بالنسبه لي، مستفزه حلو انها ست في العمر ده لكن بالنجاح ده وبالشكل ده وبالصحه دي وبالجسم ده وبالرونق ده ده مش مستفز؟ مستفز طبعا. بس مستفز للي مش عايز يتعب، لكن هو انسبايرنج للي عايز يتعلم منها. مظبوط. كنتي مره اتكلمتي برضو في فكره ان انت مش حابه او بترفضي انك تعملي السير الذاتيه، مقارنه وملامح وشويه حاجات كده. نقدر نقول او شايفه في بعض الاحيان بيبقى الجمهور قاسي في تقييمه شويه غصب عنه. يعني غصب عنه اما بتلعب السيره الذاتيه بتاعت حد نجم كون وجدان الشعب. انت يعني انت الناس دي محطوطه في حته عندنا كمصريين عاليه قوي يعني. صح. فاهم اللي هو هم ارباب الشغلانه، يعني رب الشغلانه، فاهم؟ لانه انت بتعمل السيره الذاتيه لام كلثوم ولا عبد الحليم حافظ ولا سعاد حسني، دول بالنسبه لنا دول اللي خلقوا الموضوع اساسا. فانت بتتقارن بمين بقى؟ فصعب. هي مغامرة. خطيره وتريكي. يعني هي تريكي بتنجح، بس اللي نجح فيها ناس قليله قوي، مش كل الناس. يعني صابرين لما عملت ام كلثوم طبعا، استاذ احمد زكي، حاجات معينه مش اي حد. انا على فكره يمكن قريب من وجهه النظر دي شويه. طب كويس. طيب عايزين نتكلم على دور في مشوارك حاسه انه كان ممكن ياخد حقه اكتر من كده، شايفه ان هو عدى ازاي الناس هنا ما وقفتش عند ده؟ يعني حاسه انه مثلا دوري في آل شنب دور كان المفروض فعلا الناس تقف عنده اكتر من كده، لانه بعيد خالص عن شكلي وعن شخصيتي. وانا في الوقت ده كمان يعني اشتغلت كتير على البودي لانجويج، واشتغلت كتير على نبرة صوتي، واشتغلت كتير على حاجات يعني صعب، يعني أصيلة في شخصيتي وفي طريقتي، وغيرتها. فأنا شايفة إن الدور ده والفيلم ككل يعني، ودوري تحديدا كنت حابة إنه يعني يمكن كنت حابة إن الفيلم يتشاف أكتر من كده، فدوري يعمل. طيب معروف عنك الجرأة والتلقائية، ايه الدور اللي نقدر نقول عليه من اللي بيسموهم دور جريء كنتي شفتيه قبل كده زمان او دلوقتي، يعني شفتي ان انت كنتي حابة تعملي ده؟ جريء ازاي يعني؟ يعني الناس بتقول عليه جريء، يعني بس جريء دي ملهاش مواصفات واضحة وصريحة يعني. ده حقيقي. ممكن يبقى جريء في اللبس، ممكن يبقى جريء في طريقة التمثيل، حلو. ممكن يبقى جريء في حتة الفيزيكال شوية بين الممثل والممثلة. يعني انا ما عنديش مشكلة على فكرة. هو انا اللي بعمله لو هو من الناس شايفين ان انا جريئة، فانا مش شايفة ان انا جريئة خالص. حلو. يعني انتوا ما شفتوش حاجة. تمام. يعني الجرأة حتة تانية خالص. انا مش جريئة، انا صادقة بس، لكن انا مش جريئة. ما بعتبرش، ان بالعكس لعلمك انا بحس ان انا يعني المفروض اكون يعني المفروض ما اخافش من فكرة، ما اخافش من دور، ما اخافش من فمش بشوف نفسي جريئة. انا لو عايزة اكون جريئة، لا انا. طيب انا كان سؤالي اللي جاي هيسهل. هقول لك انا من الادوار اللي بحبها مثلا الممثلات اللي بعشقهم هند رستم. طب انا قصدي كده. طب بعشقها جدا. هو في حد ما يحبش هند رستم؟ بحبها قوي يعني. انا متهيألي ليها ادوار انا بحبها، وبعدين هي كان دمها خفيف كمان. يعني مش بس كانت يعني ممثله اغراء، يعني ما بحبش الاولبه قوي، لكن هي كانت ممثله قويه جدا. بحب قوي فيلم الراقصه والسياسي مثلا. طبعا. اتمنى طبعا. اعمل دور العظيمه نبيله عبيد طبعا في المسلسل ده، لانه ده مسلسل ده قصدي في الفيلم ده، لانه الفيلم ده كل ما بيتعرض بقعد اتفرج عليه. يعني ازاي قدمت شخصيه الراقصه، وازاي ده دور جريء، بس انت تقدر تقعد تتفرج عليه مع كل العيله.
صح. يعني مع الصغيرين والكبار ما فيهوش اي حاجه ممكن تخليك تخجل يعني. لكن هو فيلم جريء، فكرته جريئه والدور جريء بس كانت ايه ده. فيعني مثلا ده من الادوار اللي انا اتمنى اعملها. حلو. سؤالي بقى اللي كان جاي على طول ده كان هيفنط اللي احنا اتكلمنا فيه. ايه هو الحاجه اللي نقدر نقول عليها جريئه بس اوكي ده في حدود اللي انا هعمله كهادي اوكي، وده مش هعمله، ده مش هينفع اعمله؟ لا إن ما على فكره في حاجات كتير في يعني انا في حاجات في فيلم استغمايه مثلا. اول فيلم عملته في حياتي كنا كلنا وجوه جديده. كان في حاجات ما قدرتش اعملها فتحايلنا عليها وعملناها بشكل مرضي بالنسبه لي. ففيلم اخر الدنيا كان في مشهد بيني انا ويوسف الشريف المفروض ان هو في قبلة يعني. وانا قلت ساعتها امير رمسيس قلت له انا مش هقدر اعمل يعني كنا عملنا كان هو ساعتها شغال مساعد في فيلم استغماية وكان ده اول فيلم يخرجه. تمام. فقلت له انا البوسه دي يعني مش هعرف، مش هينفع، مش هقدر، انا مش هقدر ومش عايزه. وفي بقى يعني في مجتمع وفي عيله وفي مش هينفع. فهو قال لي انا عارف بس انا مش هقدر الغيها خالص لان بالظبط. هي مهمه جدا بالظبط. للاحداث. فانا هنعملها بطريقه ان احنا هنتحايل تكنيك الكاميرا بقى لفه فبقى وشه في قفايا كده. أيوة فانت مش شايف. فهي كانت عايزه بس حرفانه مننا ان احنا واحنا بنقرب من بعض في اللحظه اللي الكاميرا فيها انا باكس عليه فما بيبانش احنا متلامسين ولا لا. فهي حقيقه ما حصلتش. تمام. انما الفكره جريئه. صح. فهو انت مفيش حاجه اسمها لا، في حاجه اسمها هنفذها ازاي. هنفذها بطريقه مناسبه ليا ولا لا. وفكره ان السينما النظيفه والسينما اللي مش نظيفه والسينما المبقعه وما ودناش في ده هي غير هذه الافكار يعني. انا لا مع السينما اللي هي التجاريه الرخيصه اللي هي بتستخدم ده عشان خاطر اللي هو سينما ولا مشاهد. ده هابط. سينما ولا مشاهد ده انا ماليش فيه. لكن انا مش مع الفكره ان انا في فكره رائعه اتنازل عنها في فيلم عشان انا في مشهد ولا مشهدين مش عارفه اكون ذكيه او اكون كمخرج ذكي في اني اعرف يعني اطلعهم بالشكل المقبول. هو قرار عامه انه مفيش، انا مش هعمل قبولات في حياتي، ده قرار. ده قرار بس هو مش يعني قرار يعني ما اقدرش اقوله قرار لان هو يعني لو انت هتحسب ان اخر الدنيا كان فيه بوسه تمام. فهو لا ما هو حصل. أوكي. بس هو ما حصلش لكن هو بالنسبه للمشاهد هو حصل. فاهم. فهو ما فيش حاجه اسمها قرار. هو في حاجه اسمها هينفع اعمل ده بالشكل المريح بالنسبه لي واللي انا قبلاه ولا لا. تمام. نخرج بقى من الاسترس. لا مفيش ستريس ولا حاجه. طيب الشهره بالنسبه لك اكيد فيها مميزات كتير جدا وليها عيوب. ايه عيوب الشهره بالنسبه لك؟ الضغط النفسي المستمر اللي انت شايله طول ما انت ماشي. انه ضغط اولا انه انت لو مش موجود على السوشيال ميديا انت غايب كتير فلازم تنزل صوره، تنزل بوست، تنزل فيديو، تعمل حاجه بلا 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 بلا. فده ما فيش بقى بيس اوف مايند، ده ما بقاش موجود. الضغط ان انت طول ما انت ماشي في الشارع الناس بتحبك الحمد لله وبتوقفك وتصور معاك بس انت ساعات نفسك تبقى مكتئب. يعني امشي في الشارع مكتئبه عادي. بومه عايزه امشي بومه منكوشه، عايزه في حاجات كده ما بقتش تقدر تعملها. يعني هو انت بتتعود على الشكل ده من الضغط على فكره. يعني في الاول الشهره في الاول خصوصا لو جت مره واحده وده ما حصلش معايا الحمد لله يعني. بس لما بتيجي مره واحده بتحصل تربنه للبني ادم كده وبيبدا يبقى مش فاهم. لكن هي ستريس مستمر انت اتعودت انك تتحمله لدرجه انك ما بقتش حاسس بيه ولكنه موجود. فاهم. فهي بس ستريس الشهره، لكن الشهره هي ترجمه للنجاح الحمد لله وحب الناس، دي اهم حاجه. طيب نفسنا وراجل واتنين ستات، التجربه الاقرب لقلبك؟ الاثنين حلوين قوي، الاثنين بحبهم، الاثنين فيهم يعني. بس التجربه اللي كانت مريحه اكتر راجل واتنين ستات. نفسنا كانت تجربه صعبه لاني كنت قلت الخبره. انا مش كوميديانه وبشتغل على ترابيزه فيها 2 كوميديانات وانتصار كوميديانه تقيله جدا جدا وشيماء كانت برضو طالعه بلون جديد مختلف. فكان الناس حباه وانا انسانه مش كوميديانه خالص يعني، او يعني دمي خفيف بس يعني مش فاهم. ده هم في حته تانية خالص. فده كان صعب عليا ان انا اتعلمه في الاول واعرف امتى ادخل وما احرقش الافيه وادي الافيه وقت وحاجات كده. انا طبعا كانت بالنسبه لي طلاسم في الاول. لكن راجل واتنين ستات برنامج بنقعد وبنتكلم بنقول حاجات مش سكريبتد لكن في الاخر انت قاعد مع ناس بتعرف تلعب بينج بونج معاهم في الكلام. صح. فكان
اسهل بالنسبه لي. طيب كان في عدد ضيوف محترم في البرنامج يمكن على مدار الوقت اللي فات. عايزين ضيف انت غيرتي وجهة نظرك فيه لما استضفتيه، يعني كنت شايفه انه على فكره ما كناش بنستضيف نجوم. لا هو كان بس البرنامج في فيه سامح ناس حسين واحمد صلاح حسني ثابتين. يعني كانوا معانا مذيعين ثابتين. وفي نفسنا استضفتوا كتير. انا مش لا، بتكلم على نفسنا- مش لا، بتكلم على نفسنا- راجل واتنين ستات بس. لا نفسنا ده احنا استضفنا كل النجوم كتير ده. احنا جدا. مش عارفه بالظبط. عملنا كام حلقه. كتير قوي. احنا استضفنا كل النجوم. مين هو ضيف كنت يعني مش حاساه قوي بعدين لا اكتشفت انه حد لطيف انت جدا؟ عايزني افتكر؟ ليه لا؟ لا ما اقدرش. ليه لا؟ ده من زمان قوي. ده 2015 16، يعني احنا بنتكلم في حاجه من 10 سنين او 9 سنين. لا ما افتكرش خالص. بس مثلا افتكر ان احنا استضفنا هنا الزاهد وهي لسه صغيره، كانت جميله قوي وتجنن. هي ما زالت جميله وتجنن يعني. بس يعني شفت اصل بيطلع لي ساعات حاجات على الريلز كده فبفتكر. فمثلا دي من الناس اللي كتكوته خالص كانت. لا في كتير استضفناهم وكتير بقوا نجوم وكتير اختفوا. يعني لا في اختفوا فعلا. كتير كتير صح. اختفوا صح. ومطربين كمان كانوا عاملين اغنيه او اغنيتين وبعد كده ما مظبوط. سمعناش عنهم. يعني استضفنا ناس كتير. وسمير غانم استضفناه في حلقه من الحلقات. فاكر طبعا. كان في رمضان. كانت حلقه رائعه بصراحه خطيره. انا ما بقيتش مصدقه ان انا قاعده قدام سمير غانم، ربنا يرحمه. كنت اول مره ساعتها اول مره اشوفه، تقابليه. كنت اول مره اقابله ويمكن ودي كانت المره الوحيده. بس انا ما كنتش مصدقه. يعني انا كان نفسي ايه عارفه امسكه كده اتاكد ان هو بجد سمير غانم قاعد قدامي بشحمه ولحمه ودمه بجد. ودي كانت المره الوحيده اللي شفته فيها يعني. وليا الحظ يعني ان انا اشتغل يعني عملت حلقه معاه كتير. لا استضفنا ناس كتير. اشتغلت مع عدد من المذيعات. اه مين اكتر حد انت استريحتي معاه؟ ما اشتغلتش مع مذيعات كتير يعني. انتصار وشيماء احنا بنتكلم في 4 5 تقريبا. انتصار شيماء بدريه. دول اكتر ناس اشتغلت معاهم. شريهان ابو الحسن، نهال عنبر. مظبوط. انا ارتحت جدا مع شريهان حقيقي لانها مذيعه. يعني احنا ممكن نختلف جدا في وجهات النظر. انا مدرسه وشريهان مدرسه تانية خالص في فكره المذيعه. شريهان مذيعه يعني. ده شغلتها ودي دراستها وهي درس الاعلام فهي مذيعه بالشكل المعروف انا مذيعه كده يعني فاهم. تمام. فطبعا هي كان ساعات بيجي لها صوت عايز تقول لي ما مش كده ولا كده مش كده ولا مصره. بس هي كانت ذكيه وبروفيشنال جدا. فعرفنا نوصل مع بعض الكومن جراوند. انا اخدتها ناحيتي شويه وهي خدتني ناحيتها شويه فقدرنا نتقابل في حته لطيفه. تمام. اكتر واحده استريحتي معاها هي شريهان ابو الحسن والعكس؟ اكتر واحده ما استريحتش معاها اكيد ده سؤال مهم جدا. تضحك ليه؟ عشان لازم اجابه مش هنفوته. هقول لك بس مش فاكره ليه اصلا. انت كده بتجيب لنا بقى حد اللي هو ايه بعيد. لا ابو هقول لك لا ما في يعني. انا كنتش مستريحه في الاول مع شيماء وانتصار خالص. تمام. عادي احنا ما بنقولش حاجه خالص يعني لانه انا ما كنتش فاهماهم. فاهم. هم العيب مش منهم لان انا لما فهمتهم ومسكت الخط او مسكت الخيط دخلتي معاهم مسكت الخيط انطلقنا بقى مع بعض كلنا وبقى في بينا هارموني رهيبه. فانا في الاول ما كنتش عارفه امسك الخيط ده فكنت تعبانه قوي معاهم. مش بسببهم ولكن بسبب اختلافاتنا الكبيره بس. وبعدين جت بدريه برضو عسل تجنن بموت فيها يعني والامور لفت. بس هي في الاول ما كنتش مستريحه معاهم خالص. اختلاف في وجهات النظر ولا مساحات في البرنامج؟ مساحات اكتر. وبرضو مش طبيعي انك تبقى عايز قاعده على ترابيزه نفسك تتكلم طبعا. اكتر حاجه طبيعي طبعا. وطبيعي ان انت لو عندك حاجه لذيذه عايز تقولها عشان مش بس تاخد السكسيه عشان البرنامج. يعني انت عايز تنجح البرنامج بتاعك وانا جاي اقول وجاي انجح البرنامج. فطبيعي انا هقعد اقول واقرا من الورقه بقى واكتب واقول دراسات واحصائيات وهم طبعا هيقولوا حاجات فن جدا. فطبعا هم عايزين يقولوا اسكتي قرفتينا. بس في الاخر يعني وصلنا مع بعض الحته لذيذه فيها كيمياء جامده قوي. طيب في برامج المنوعات والمرأة الفترة دي بقى ليها يمكن تواجد بشكل كبير جدا. لو تقدري تقولي لي 3 مذيعات انت شايفه ان هم الافضل على الساحة حاليا في المنوعات والمرأة؟ انا اكيد طبعا. لا انا بحب الاستاذه منى الشاذلي جدا. جدا. بحب اسعاد يونس طبعا جدا. حلو. فاضل اسم. انا بقى
انا تمام خلاص. طيب نروح للسوشيال ميديا اللي اكيد عامله صداع لكل الناس. لكل الناس وبالتحديد. ليه؟ لا يمكن عامله لكم هنعرف انا اللي دلوقتي. عامله لا لكم خالص صداع. بالعكس. هنعرف دلوقتي. بتشوف الانتقادات على رأيي ليكي ان شاء الله صورة حتى ممكن انزل بوست فيديو بيحصل انتقادات قد كده ده لو قلنا عليها، انا هسألك سؤال. لو قلنا عليها انتقادات ماشي هسألك سؤال عشان اعرف رد على السؤال بتاعك. هو انا على السوشيال ميديا الناس بتشوفني ازاي؟ من وجهة نظر مين؟ من وجهة نظر يعني من وجهة نظر مثلا انت مثلا انا بالنسبة لي لا مش بتشوفني وحش ولا حلو، مش قصدي كده. انا فاهم قصدي بتشوفني يعني بعمل ترند او مثير للجدل لا كتير، لا لا ولا لا بتشوفني لا لا عادية؟ لا خالص خالص. ممكن في ناس مستنية اللقطة، مستنيه ممكن لو قالت يعني انا المفروض ما اقولش، بس في جمل بتتقال من الناس تعدي وجمل تتقال من الناس ما تعديش. في جمل بتتقال مني انا ما تعديش. مش قصدي ان أيوة هم مش قصدي ان هم في انا عايزه اعرف ليه. انا ليه بسالك السؤال ده؟ لان انا بتسال السؤال ده كتير قوي. انتي السوشيال ميديا وعامله مشاكل على السوشيال ميديا ترند دايما. ايوه انا بعمل اسماء الترند دايما. اكل عيش ده اكل عيش. لا بس قول لي اصل هيبسطني ده، انا من الاسماء الترند دايما اكيد. طب الحمد لله على فكره انا مش زعلانه خالص. انا مش زعلانه خالص اكيد طبعا. بس انا انا ما بقصدش ده. يعني انا دايما بتسال السؤال ده، فانا ليه بساله لك؟ بسالك انا بتشاف ازاي على السوشيال ميديا، لان انا بدات احس ان انا لو مش ترند بيعملوني ترند. انا قصدي كده على فكره. يعني انا لو مش بعمل حاجه هم بيعملوني حاجه. فما بقيتش فاهمه هو انا متشافه على اني ازاي. فلو انا متشافه على اني ترند على السوشيال ميديا، او خليني اقول لك حاجه وصف يمكن يشرح اكتر. انا لو عديت، انا عمر توفيق لو عدى وشاف حاجه فيها هيدي كرم، هو هيدخل عشان اولا بيحبها. انا بتكلم عن نفسي. ثانيا انا متاكد انه هي ليها راي بتدافع عنه دايما وعندها وجهه نظر حقيقيه مش اي كلام يعني. طب دي حاجه ووارد يبقى خبر، وارد يبقى فاذا الاسم ده الناس بتدخل عليه. بيبيع يعني بيبيع. لسه بقول لك انا لسه بقول لك طب اسمي بيبيع في حته اهو. انا لسه بقول اكل عيش. بقى اسمي بيبيع على السوشيال ميديا. خلوا بالكم عشان اي حد عايز ينتج على السوشيال ميديا يجيلي. ده لازم اكيد. سؤالنا بقى تاني سؤالنا. رأي فيديو صورة ايا كان بتشوفي انتقادات اكيد بتتابعي حتى لو مش حابه تشوفي. تشوفي ده ازاي؟ بتتعاملي معاه ازاي؟ نحست بقى خلاص نحست خلاص جلدي تخن بقى كده. تمام. جلد التمساح. ايوه طبعا. هو انا بقى جلد التمساح كده. ما لا اسمع لا ارى لا اتكلم لا اشعر. لا خلاص يعني اصل الاول طبعا كنت بتاثر جامد جدا واكتئب وازعل وارد واعمل مشاكل واتخانق واتوتر وكده. بس بعد كده خلاص بقى، لان لقيت ان هو شر لابد منه. انت عايزه تبقي على السوشيال ميديا، عايزه يكون ليكي تواجد على السوشيال ميديا. ما في على فكره نجوم كتير ما لهمش تواجد على السوشيال ميديا. كتير قوي. صح على فكره صح قوي. ونجوم كبار جدا، وده ما يقلش من نجوميتهم خالص. وفي اللي موجود بيحط بس ايه، اعلان الفيلم بوستر مش عارفه ايه حاجات، مستخدم السوشيال ميديا كويندو يعلن فيها عن اعماله. تمام. وفي العبد لله واللي زيها كتير برضو اللي شايفه ان السوشيال ميديا طريقه للتواصل مع الجمهور، ودايما عندها راي عايزه تقوله في حاجه، ودايما عايزه تعبر، ودايما عايزه تتواصل. انا اخترت ده، فلازم اتحمل معاناته بقى. فاهم يعني؟ طالما انا ارتضيت ان انا اكون على السوشيال ميديا وموجوده واعرض جزء من حياتي واحط جزء من خصوصياتي واحط جزء من خروجاتي واقول جزء من ارائي، يبقى لازم اتحمل بقى الحاجات بقى الاكسسوارات اللي بتيجي معايا. تمام. انت ما خدتيش قرار انك تعتزلي السوشيال ميديا ولا مره؟ لا عمري. ولا مره؟ لا عمري. الفن بقى ما فكرتيش كده مش تعتزلي الفن؟ لا ما نقدرش اصلا. انا بتكلم على هوقف فتره. فكرت كتير. انا نفذتيها. التمثيل انا قعدت شويه ما بمثلش عشان خاطر نديم كان صغير، كنت محتاجه اقعد معاه نتاسس كويس في المذاكره، الحياه عموما، لانه طفل وحيد ومحتاج اهتمام ورعايه وانا كنت حابه يعني اكون موجوده في سنين التاسيس اللي في الاول دي. لكن ساعات كتير ببقى عايزه بقول يعني هو انا يعني ممكن يكون عندي حاجات يعني أعيش لها أحسن من التمثيل، يعني أعمل حاجة تانية في حياتي غير التمثيل، أغير كارير، أدور على حاجة تعمل إنكم وتعمل في نفس الوقت متعة في حياتي وترضيني وتعملي ساتسفاكشن غير التمثيل. بفكر كتير يعني لأني بخاف. أصل أنت لو التمثيل بقى مصدر إحساسك بوجودك وإحساسك بالرضا عن نفسك وإحساسك بالساتسفاكشن،
سيبك من الفلوس لان طبعا كلنا محتاجين فلوس، لكن أكيد. لو التمثيل بقى هو المصدر الوحيد اللي بيحقق لك المشاعر دي، ده موضوع خطير جدا. لانه لو ما لقيتش سعادتك غير من خلال التمثيل، فانت انسان مهدد في اي لحظه انك تكون انسان تعيس ووحيد. لانه الموجة بتقلب والعجلة بتدور، وفي ناس النهاردة موجودة بكرة بتتنسي، والعكس صحيح. صح. في ناس بتطلع موضة مرة واحدة وبعدين بتختفي. وانا شفت ده بيحصل قدامي وطول الوقت حواليا. دايما بفكر انه لا، لازم دايما ابقى فايقة انه ما يبقاش ده المصدر الوحيد لاحساسي بان انا موجودة في الحياة. طيب نديم غير ايه في اختياراتك وشخصيتك؟ يعني نقدر نقول هو غيرك ب 180 درجة؟ انا كبرت مع نديم، يعني نديم ما غيرنيش، انا كبرت معاه. انا خلفته صغيره وتعلمت معاه حاجات كتير قوي، وتعلمت فيه حاجات كتير قوي. غلبان برضو استحمل مني كتير. فلا يعني اكيد احساس الامومه ده كان لحظه فارقه في حياتي، بس انا ونديم كبرنا سوا. طيب بعد حسيتي كبرنا بايه احنا. لما اتسأل على فكرة جوازك مرة تانية وقال انا عايز اشوفها مبسوطة؟ اه حسيتي بايه وقتها؟ حسيت اني مبسوطه قوي ان انا وهو واصلين للحته دي من التفاهم، وانه علاقتنا ما فيهاش انانيه. فكره انه انت لما تحب تشوف الانسان مبسوط حتى لو ده يمكن ما بيساعدكش، دي اسمى معاني الحب يعني. ان انت بتحب واحد او انسان معين، وممكن سعادته تبقى ما بتسعدكش انت، بس انت مبسوط ان هو مبسوط، انت مستعد تضحي عشان تشوفه مبسوط، حتى لو ده مش احسن القرارات والاختيارات. فلما يعني حسيت ان احنا علاقتنا وصلت لمرحله من النضج كده، انا كنت بتمناها طول عمري. طب ليه ما خدتيش القرار ما دام هو خلاص ما عندوش مانع؟ ليه ما عملتيش ده؟ ان شاء الله باذن الله ربنا يستر. ربنا يستر علينا كلنا. لا يعني اصل هو ده مش قرار، خلي بالك. يعني ده مش قرار، انت ممكن تبقى اوبن للفكره، متقبلها، مش رافضها، لكن هو مش قرار. مش يلا انا عايزه ما هو اتجوز انا فيلا هتجوز لو بقى، يلا شوفوا لي عريس يا لو ماي. متقبل الفكرة طول المدة دي، هل معقول لا كل طول الوقت ده المده دي انت مفيش بتحكمش حد؟ على الفتره اللي فاتت، لان برضو انا ما كنتش مستعده، ونديم كان صغير وكان عندي حاجات تانية. يعني ما تقدرش تقول زمان، انت ممكن تقول من دلوقتي لقدام، لكن زمان لا. انا يمكن ما كنتش، انا كمان ما كنتش عايزه، ما كنتش جاهزه. تمام. لو نديم قرر هو يرتبط بحد انتي مش فكرك او اختياراتك، يعني عكس اللي انتي عايزاه، هتتصرفي ازاي في موقف زي ده؟ هقول له رايي مم. لو سالني، لو ما سالنيش مش هقول. اصلا لا مش بتاعتي. يعني هو كبير مش صغير. الكلام اكيد ده لو انا طبعا. بتكلم مع ولد عنده 14 15 سنه، بس هو النهارده ما اقدرش اقول له. انا لو اتسالت عن رايي هقوله، بس وفي الاخر القرار يرجع له، وهدعمه ايا كان قراره. ولما يلبس في الحيط هكون في الحيط بقى مستنيه هناك كمان عند الحيطه، عشان هو يبقى لابس هناك، فهستلقفه بقى وهو لابس، يسبقه على المصيبه واستناه، عشان هو هينزل لي بقى. ما هو هيروح فين؟ هيجي لي، اكون مش انا هتقولي جاهزه. بقى انا شغل الامهات بقى انا لا قايله لك دي اوحش ومعرفاك حاجه في الدنيا، بتخلي ما البني بتعمليش ادم كده. يكره نفسه. انه بتخلي على فكره الولاد يروحوا لحد تاني، ما يروحوش لاهاليهم. عشان ما تبكتنيش، ما تقعديش بقى ايه تقطميني، ما انا قلت، ما انا عملت، ما انا حذرت، ما انت ما بتسمعيش، ما انت لو كنت استفدنا ايه؟ هنرجع اللي حصل؟ مش هنرجعه، بس هتقفليني منك، او هتقفليني من ان انا اجي احكي لك تاني. فالعلاقه بتبوظ، والام بتخسر ولادها بسبب الحته دي. فلا خالص. ما هو انا غلطت قبله، وانا وقعت قبله، وانا كعبلت قبله، وانا استخبيت قبله، وانا كنت عنيده مع اهلي قبله. فليه انا متوقعه منه العكس؟ دي سنه الحياه يعني. شايفه لسه المجتمع بيتعامل مع الام اللي بتقوم بدور الاب والام او المطلقه وما الى ذلك بشكل مختلف لسه لحد دلوقتي، ولا الدنيا دي اتغيرت خلاص؟ بص انا عشان اكون صريحه، انا ما قمتش بدور الاب والام. انا ابوه موجود في حياته جدا وهاندز اون من زمان. يمكن في الاول لما كان نديم صغير قوي، بحكم انه كان عايش معايا، كنت بقوم بادوار كتير لانه عايش الوضع معايا الطبيعي. ومش عايش مع بابا. انما انا ما اقدرش اقول ان انا عمري ما قمت بدور الاب والام، بالعكس. ودي حاجه يعني تحتسب لبابا نديم، لانه هو عمره ما تخلى عن دوره الابوي ابدا ابدا في اي مرحله من مراحل النديم، ولا عن دوره الابوي النفسي ولا المادي. حلو. ابدا. لكن انا مش عارفه المجتمع بيبص ازاي للست اللي بتلعب دور الام والاب. لازم يشيلها فوق دماغه الست دي يعني. طبعا، لان دي ست بتلعب ادوار مش بتاعتها خالص. طيب قلتي انه ما عندكيش مشكله انك ترتبطي او تتجوزي بشخص من غير ديانتك، بس يكون شخص مناسب. مناسب يعني ايه بالنسبه لك؟ مناسب في فكره، مناسب في طموحه، في طريقة حياته، في الحاجات اللي بتبسطه، في الحاجات اللي ما بتبسطوش، شايف نفسه ازاي بعد كام سنة،
اللايف ستايل بتاعه اليومي عامل ازاي، بيحب الرياضه ما بيحبش الرياضه، بيحب يسافر ما بيحبش السفر، انسان مثلا كريم، انسان هادي. لازم يبقى كده، يعني لازم يبقى شخص مناسب لافكاري والخطه حياتي المستقبليه، عشان نقدر نفت مع بعض، والا هننبسط شويه وبعد كده هنيجي نلاقي نفسنا مش راكبين مع بعض في الصوره خالص، البازل مش راكب على بعضه. بتشوفي انه الديانه مش هتغير ده كتير؟ ما هو في دي ناس حاجة كتير راجعة اتجوزت لشخصيته. من نفس ديانتها أكيد. وفشلت، وفي ناس اتجوزت من ديانات مختلفة والعلاقة نجحت. بص أنا مؤمنة تماما إنه الدين ده حاجة بيني وبين ربنا، أوكي. مهم طبعا انه احنا نحترم افكار بعض واديان بعض، ومن هنا يجي تقبلي ليك. ما هو انا لو انا مش محترمه دينك ومش محترمه فكرك ومش محترمه عقيدتك اللي انت اتولدت لقيت نفسك عليها، هاجي في اقول لك لا انا ما اتجوزش واحد مش من ديني اصلا، ما اتجوزش واحده مش من ديني، ابدا اخاف. لكن لو انا احترمت فكرك وعقيدتك وزي ما انت هتقبلك في الحياه بكل الاشكال. هتقبلك صديق، هتقبلك زوج، هتقبلك حبيب، ممكن اتقبلك ممكن تبقى مسيحيه متجوزه من راجل مسلم ومخلفه اولاد مسلمين، هو هيتقبل ان امه ست مسيحيه بتروح الكنيسه في الاعياد وبتصوم صيامها، وهي هتتقبل ان اولادها مسلمين بيروحوا الجامع وبيصوموا صيامهم. فانت لازم تعيش في تقبل الاخر ده، لانه كل المشاكل طلعت من عدم تقبل الاخر، كل الحروب طلعت من عدم تقبل الاخر، كل العنف طلع من عدم تقبل الاخر. فلازم نتقبل بعض، ما عندناش حل تاني ولا مش هنعرف نعيش سوا. طيب شفنا مؤخرا كارول سماحة جت على حزنها وكملت المسرحية اللي كانت بتشتغل عليها رغم وفاة جوزها. في موقف صعب عملتي الدور او مثلتي وانتي نفسيا مش جاهزة لده خالص؟ كتير يعني كنت بروح التصوير وانا عندي مشاكل جامده جدا في البيت، عندي مشاكل جامده جدا شخصيه. انا فاكره هحكي لك قصه ما حدش يعرف. يلا بينا. كنت بصور لا جالي فيلم جوازه توكسيك. جميل. المهم الفيلم جميل جدا طبعا. وانا كان نفسي اشتغل فيلم كوميدي جدا والكاست خطير وكل حاجه بيرفكت يعني ما ينفعش يبقى احسن من كده. واكتشفت يعني في اليوم اللي انا رحت اقابل فيه المخرج محمود كريم والمنتج، اكتشفت ان ابني عنده مشكله كبيره جدا في الكلى. عنده تضخم في الكليه الشمال ويمكن يشيلها وعندنا مشاكل كومبليكيشنز رهيبه، يخش يعمل عمليه كبيره وحاجه يعني صعبه جدا. فكنت بان ان انا ارفض الفيلم عشان اتفرغ لنديم، او ان انا اعمل فيلم ومش عارفه. فالمهم انا قبلت الفيلم، لانه اللي حصل انه نديم الدكتور قال له احنا هنأجل العمليه لوقت رمضان، واحنا كنا بنصور قبل رمضان. فالدكتور قال له ايه، احنا مش مستعجلين، انت عايز عندك ميعاد معين عايز تعمل فيه عمليه، امتى؟ في رمضان. تمام. فكان عندي وقت ان انا ابدا اخش اصور اول جزء من الفيلم. انا كنت بصور الفيلم ده، يعني كنت بصور مشهد مثلا واجري على نديم على التليفون عشان هو عنده ميعاد مع الدكتور، عشان الدكتور هيقول له كذا. اصور مشهد واجري على نديم في التليفون، اصل هو هيعمل اشعه كذا فهنعرف اذا الكليه شغاله ولا الكليه ماتت خالص فانا في الفيلم ده اشتغلت تحت ظروف صعبه جدا جدا جدا. وبشكر المنتج زيد الكردي لانه هو وقف جنبي قوي وشجعني قوي، وهو اللي خلاني اخش الفيلم. ومحمود كريم مع انه كان عارف كمان ظروف التصوير، لكن ظروفي انا يعني اثناء التصوير، لكن هو دعمني برضو وقال لي لا انا عايزك معايا وهنعدي الازمه دي. وده كان من الايام اللي انا كنت ساعات بخش اعمل فيها مشهد كوميدي واطلع اعيط في الكرفان. كنت بقول لسه انه الفيلم كوميدي جدا. ازاي قدرتي تعملي حاجه كنت بعمل مشهد كوميدي واطلع اعيط في الكرفان، واعمل مشهد كوميدي واطلع اعيط في الكرفان، وانهار في الكرفان واعيد الميك اب واطلع. لا كانت ايام صعبه قوي قوي بالنسبه لي قوي. وخلصتي الفيلم ودخلتوا العمليه؟ خلصنا جزء من الفيلم اول اسبوع. كان بيتصور في فيلا داخلي يعني. خلصنا اول اسبوع، وبعدين هم وقفوا في طول شهر رمضان، وكان فاضل اسبوع تاني هيتصور بعد رمضان. انا بقى في شهر رمضان دخلنا عملنا العمليه وعدينا من فتره النقاهه وكده. والاسبوع التاني لما دخلنا نصور الفيلم كان بقى رمضان خلص، وكان الحمد لله نديم قام بالسلامه. بس الاسبوع الاولاني كان قاسي جدا جدا جدا. طيب شايفه عمليات التجميل بالنسبه للفنانات بشكل عام بالنسبه لاي انسان لا حلو كويس، ضروره ام اختيار شخصي؟ لا هو اختيار كفنان شخصي. لا هو اختيار شخصي. لا هو اختيار شخصي بحت، ومش ضروره للفنان خالص. لانه في فنانين ما عندهمش مشكله ان هم
يعيشوا كل مرحله من حياتهم بشكلهم اللي مظبوط. مناسب للمرحله دي مظبوط، صح. خالص. فهو اختيار شخصي بحت. لكن انا لو تسالني عن انا مع اي حاجه تخليني احس ان انا شكلي راضي عنه وشكلي صغير وشكلي فريش وشكلي هيلثي، ما عنديش اي مشكله. لكن احترم جدا البني ادم المتصالح مع فكره انه بيكبر، وانه اصل هو العجز مش عيب. احنا أيوة بقينا طبعا. انا بيجي لي ساعات تعليقات على السوشيال ميديا قبل ما اعمل عمليتي الاخيره يقولوا لي ايه، كبرتي قوي، انت عجزتي قوي. هو ده حاجه المفروض نخجل منها؟ يعني هو كبرتي او عجزتي او اتغيرتي يعني او حشيتي، دي حاجه اكيد مش هتقبلها. بس ليه بتربطوا ان انا كبرت بانه ياي ايه الوحشه دي؟ لا على فكره انا ممكن ابقى كبيره وزي القمر، انا ممكن ابقى كل خطوط وتجاعيد، لكن انا ست رائعه الجمال. انتوا ليه عملتوا كده؟ لكن لا، انا مع طبعا عمليه التجميل. مع عملية التجميل. طب في فترة كده زادت قوي فيها كلمة انه ده في ممثلة كذا، الفنانة كذا مش عارفين يمثلوا من كتر عمليات التجميل. بتشوفي ان عملية التجميل ممكن تأثر على أدائك انت كممثل جوه العمل؟ ما هو ده الذكاء بقى، ان انا اختار ايه لايه وايه اللي يناسبني وايه لا. دي مش عمليه تجميل. كم البوتوكس اللي بنحقنه ساعات في وشنا وفي خدودنا وفي شفايفنا، ده اللي بيخلي وشنا ما فيهوش تعبير، لان البوتوكس بيشيل العضلات. فهو انا بني بشر بعبر بوشي بعضلاتي، وانا ممثل طبعا. ما ينفعش عضلاتي تبقى مشلوله، مظبوط. تبقى وكسه سودا، فاهم؟ لكن ان انا اشد مثلا حاجات عندي في وشي محتاجه اعمل فيس ليفت، ميني فيس ليفت، الحاجات دي دي عمليه. لكن تانية إجراءات تجميلية. الإجراءات التجميلية الكتيرة بتغير شكل الوش وبتغير طبعا من التعبير. فأنا مع العملية أخش تحت المشرط فورا، تك أشيل، أحط، أربط، أشد، أرفع، أخيط، أطلع زي الفل. بس صعب قوي يعني لو شفتيها حبيبي بتتفرجي على العملية بتعمليها يا بابا، بتتفتح بيشقوا مصارينا وبيشقوا طبقات بطننا وبيشقوا عضلاتنا وبيشقوا رحمنا وبيطلعوا البيبي وبيخيطونا وبنطلع تاني يوم نرضع عادي ونغير عادي. احنا حبيبي متعودين على كده. تيجي تقولي اصل في فتحه هنا صغيره وفتحه صعبه قوي، لا حبيبي انا رحت هناك بقى، رحت هناك أنا جاي من بعيد خالص. انا جاي من بعيد قوي. طيب كان ليكي فيديو مشهور جدا على السوشيال ميديا، قصه عيوبي عجباني. عملت ايه عشان تردي على انتقادات معينه؟ كنت يعني خدت قرار ان انا هعمل الفيديو ده ازاي؟ كلميني عن حيثيات الموقف ده بالتحديد. انا خلاص تعبت، انا مش فاكره كان ايه شفته ساعتها يا ربي. لا كان في صوره المفروض انزلها، وبعدين قلت لا انا هعملها فوتوشوب، وبعدين قلت لا مش هعملها فوتوشوب، وبعدين لما عملت لها فوتوشوب حسيت ان انا شكلي متغير، فبقيت فنزلت قلت لا طب هعمل لها انت عارف ساعات ما بتعملش فوتوشوب بتختار فهم. يعني بتختار شكل معين، فلتر معين. فلقيت نفسي اتسحلت في السحله دي، ففوقت بقى لا قلت لا ايه ده انت رايحه معاهم خالص كده مالكيش اي شخصيه. فقررت ان انا اقف وقفه مع نفسي ومع الجمهور. وبعدين ما عنديش دريسنج روم بيضه فيها شنط وجزم محطوطه مرصوصه، عندي دولاب عادي بلاكار من الارض للسقف. حسيت انه ليه يعني ليه بنحمل نفسنا فوق طاقتنا قوي، وبعدين بنعمل فرستريشن للناس اللي هي مش قادره تعيش الفيك لايف اللي احنا عايشينها على الكاميرا، مش في الحياه اصلا. يعني احنا اساسا طلعنا روحنا في الحياه وشقيانين زينا زي بقيه الناس، فليه لازم دايما اصدر ان انا باربي؟ حلو. عايز تقولي للناس انه يا جماعه انتوا مكبرين الموضوع، مفيش حاجه، احنا زينا زي اي حد، بنعمل اي حاجه زيكم بالظبط. وما تصدقوش الكذابين اللي على السوشيال ميديا، لان ده كذب. الحاله المثاليه دي مش موجوده خالص، ولا في حد مثالي، ولا في حياه مثاليه، ولا في ست مثاليه، ولا في ست خاليه من العيوب، ولا في ست كيرفي زي ما بتطلع ما فيهاش غلطه، ولا فيها ملي زياده، ما في. يا جماعه الكلام ده يا جماعه السوق غير كده خالص خالص. تعالوا انزلوا السوق شوفوا يعني. لا الحياه مش كده. كان مامتك شاركت معاكي في مسلسل ورا كل باب، كانت حكايه ايامنا الحلوه. مظبوط. شجعتيها على القرار ولا انت اصلا ما كنتيش؟ لا هم ما كانوش لاقيين حد يعمل الدور. انا هي دي اللي انا عايز اسمعها على فكره. ما كانوش لاقيين حد يعمل الدور، وكنا بنصور اوريدي ما كانش فيه فلوس اساسا، كان البادجت صغير قوي للدور. فقلت لها بصي انت هتيجي وهتاخدي اللي هيديهولك بقى، عندنا هنجرب مع بعض وخلينا نخبط وخلاص. وجت بس هي قالت لي لا انا اعمل فيديوهات كده في البيت. قالت لي مش عايزه تاني. لا
قالت لي لا انا اعمل فيديوهات كده في البيت وانا قاعده معاكي في الكومفورت زون بتاعتي، نفتح الكاميرا نهزر بتاع، لكن توقفيني قدام كاميرات وناس وكده لا، كان موتر قوي بالنسبه لها. الناس دايما بتشوف هادي القويه الناجحه المستقله اللي احنا لسه بنقوله ده. مين اللي بيشوف بقى الوش التاني، الضعف؟ ناس قليلين قوي قوي يعني في الحياه يعني عامه. يعني انا ما عامه ما حدش بيشوف ضعفي كتير، وبعدين عشان حد يشوف ضعفي لازم يبقى يعني يبقى مشي معايا مشوار طويل من الثقه. لكن اهلي هم اكتر ناس يعني، ومش يعني كمان ابويا وامي مش دايما، امي يمكن ساعات ابني لما كبر دلوقتي، يعني ناس قليله قوي يعني. عشان مش عشان انا مش عايزه ابان ضعيفه، حاجتين خلي بالك. اول حاجه لاني مش عايزه احملهم فوق طاقتهم، لانه انا اهلي مش صغيرين، وابني بياخد مصدر قوته مني، دايما حاسس ان انا الصخره اللي بيجي يرمي نفسه عليها مهما حصل، هي الصخره دي واقفه. ما ينفعش الصخره دي يحس انها بتتهز، لانه احساسه بالامان هيتهز. تاني حاجه لان انا الوحش بتاعي وحش قوي، يعني الداون بتاعي داون قوي، الغامق عندي غامق قوي. انا نفسي بخاف اروح له، يعني انا نفسي لو سبت نفسي للدارك سايد اوف ماي سيلف اتس فيري دارك، لدرجه انه انا ما اعرفش لو وصلت لها ممكن اعمل في نفسي ايه او ممكن اطلع منها ازاي. فماي دارك سايد از فيري فيري دارك، اتس ذير، ات اكزيستس، انا عارفه انه موجود، ودايما دايما شايفه خياله كده بطرف عيني، بس مقرره اني ما اسيبش نفسي اوصل له، لانه انا لو سبت نفسي ليه لا صعب اطلع منه، وصعب حد يطلعني منه. فانا تمام. من احنا بعيد على لبعيد يا حبيبي. احنا على وشك ان احنا نخلص. اسالك سؤال قبل ما اقول لك حبه اسماء ترد عليهم بكلمه، بس قبل أوكي. الاسماء دي اقول لك، رحتي لدكتور نفسي قبل كده؟ مره عشان الاول ما انفصلت عشان ابني اعرف ازاي اتعامل معاه في المرحله دي. ومره برضو لما يعني من سنتين كده. انا بتكلم على اللي من سنتين دي. هو حد قال لك ولا ايه؟ لا انا حسيت من بس حسيت في واحده كلنا على فكره مجنونة كلنا لازم. دايما بنروح يعني ممكن في ناس ما بتحبش تصرح بده، ما اعرفش ليه، طبعا. مع العلم انه الدكتور يعني انا شايف انك تروح دكتور نفسي ده شيء ده طبيعي، المفروض يحصل بشكل دوري اصلا. طبيعي، صحتك النفسيه زي صحتك الجسديه مظبوط. بالظبط يعني. رحت من سنتين 3 عشان اعرف، يعني عارف كل فتره كده الواحد بيحس انه بيحصل نقله في حياته، فبيرجع علاقاته بالناس بتبقى متوتره. فانا في وقت كانت علاقاتي بالناس متوتره، منهم علاقتي بنديم مثلا كانت متوتره جدا، وعلاقتي باهلي كانت متوتره، علاقتي بشغلي كانت متوتره، فكنت محتاجه اروح عشان ارتب افكاري. رحت فعلا وساعدني كتير قوي يعني في الوقت ده قوي، ساعدني ان انا كمان احط كده شكل علاقتي بنديم، ونرسم الموضوع من اول وجديد، وحتى بعلاقتي بشغلي. حلو. هي كانت مجرد ترتيب مش اكتر. يعني ما خدش ادويه الحمد لله. بس يعني ما يمنعش لو احتجت لا عادي جدا، ما فيهاش اي حاجه خالص، بالعكس عادي جدا جدا. يا جماعه انا شايفه ان ده عادي جدا، مفيهوش اي خالص مشكله خالص. لان كمان الناس اللي بتكابر وجامد لو فعلا محتاجه بتلجأ لحاجات تانية وهي مش واخده بالها. دي كارثه. مخدرات طبعا. شرب سكر مش عارفه ايه يعني، فاهم، بتروح في حتت وحشه عشان ما تاخدش الدواء. أيوه. في حين لو اخدت الدواء خلاص، اللي هو بتاع الدكتور اللي هو بتاع العلم عشان يساعدها انها تعدي مرحله معينه، هتخرج منها بمنتهى السلام. صح. يعني تقول للدكتور لك يا عم هو انا مجنون، ويروح يعمل ويعمل ويعمل لا وانت بتهرب على فكره. طبعا انت كده مجنون فعلا وبتضيع نفسك. في جيل جديد طالع، اسماء كتير، عصام عمر، طه دسوقي، ومالك، سواء احمد او حتى اخوه حسن ابتدى يكون موجود، وغزي وغيره وغيره وغيره. نصيحه كده سريعه، المشوار مش قليل برضو. دول ينصحوني وينصحوا بلد. لا ما ازاي بقى؟ لا عم بقول لك ايه بقى؟ انا اغلب من الغلبه انصحهم اقول ايه، هم شاطرين. نعدي النصيحه. هم شاطرين بالفعل جداً. طبعا اكيد شاطرين، وبعدين هم جيل كمان مش مشتت، عارفين هم عايزين ايه. يعني احنا برضو جيل، واللي قبلينا كان دايما فيه هتشتغلي ممثله، هتشتغل ممثل، لا فتلاقينا ايه خطوه قدام خطوه ورا، بنهق كده في نفسنا. اللي هو عايزه اشتغل بس على استحياء، عايزه امثل بس مش لازم ابقى نجمه. لا مش همثل كتير، انا هعمل عمل واحد في السنه عشان ابقى متفرغه. لا على فكره هم عارفين وعايزين يبقوا نجوم. صح. وعايزين ينجحوا نجاح منقطع النظير، وده هيخليهم يوصلوا وبسرعه. مين الاسم اللي انت بتحبي تتفرجي عليه؟ ده ملوش علاقه بحاجه، بتحبي تتفرجي عليه، انت بتحبي تشوفيه؟ بحب طه دسوقي قوي. طه دسوقي سهل الممتنع، عسل يجنن، الكوميديا البسيطه السهله
يعني تحس كده ان هو قريب قوي للقلب يعني بيعملها بسهوله. قوي مم. قوي قوي، مش محتاجه سلس تصنع وبتاع. سلس قوي. خالص. كان بيتكلم عادي. بحب احمد مالك قوي كمان. مالك انا بشوف انه اقدم شويه. طبعا يعني هو ما طبعا هو اوريدي موجود معاهم طبعا، في ناس ما نقدرش ايوه هو نقول حاجه، بس صغير، هو بس هو خبرة بدأ كبيرة. بدري خبره يعني هو كبيره جدا. طبعا هو من سنهم يمكن، بس هو بادئ بدري جدا جدا. وهو بقى لا هو كمان يعني تقيل، موهبه يعني موهبه قويه. تمام. حبه اسماء. اه انا هقول انا الاسم. بقى بخاف من انا عارف انا انا خوفني بقى من الاسئله، السؤال هطلع والله منه عارف انا. بذكاء، لكن الاسماء دي لا على فكره احنا يمكن حاطين اسماء في اللطيف جدا. والله. يعني اعتقد كلهم هيبقوا كويسين بالنسبه ماشي لك. حبيبي قول. تمام. هنقول الاسم، هتديني وصف، جمله، كلمه، حابه تتكلمي شويه مفيش مشكله. تمام نبدا. صبا مبارك. صبا مبارك ممثله شاطره جدا، مجتهده جدا، موهوبه جدا ومحترمه قوي قوي وفيري بروفيشنال، ومن الناس اللي ارتحت قوي معاهم، من الناس اللي بيهمها ان اللي حواليها يكونوا مبسوطين ويكونوا شاطرين ويكونوا حلوين ويكون ادائهم كويس. فيري بروفيشنال بجد. انجل مقدم. حبيبتي وصاحبتي وبنت جدعه ونظيفه وقلبها طيب واصيله قوي وموهبه طبعا وشطوره وممثله. يعني انا بتكلم على، انا ليه بتكلم على انجي بالطريقه دي؟ لان انا انجي اصحاب صاحبتي. فلكن ده يعني ما يقلش انها ممثله شاطره جدا، لكن انا بتكلم على انجي الانسانه يعني. تمام. شريف منير. انا بحبه قوي وعايزه اقول له ان هو وحشني جدا، ونفسي قوي قوي اشوفه كتير على الشاشه، ونفسي قوي اشوفه بيشتغل كتير لان هو طاقه كبيره قوي ولون مختلف خالص، ممثل شاطر قوي ودمه خفيف زي العسل وقريب من كل الناس وفيري كاريزماتيك. فانا يصعب عليا ان شريف يبقى، انا مش شايفاه كتير، وحشني. هيثم احمد زكي. يعني حبيبي مش عارفه اقول له ايه. هيثم كانت حياته قاسيه جدا. وهو يعني ربنا يرحمه بجد. انا ما اعرفش يعني، هو انا حاسه انه هو سبحان الله كده ربنا ريحه، لان كانت حياته صعبه. اللي ما يعرفوش كويس يعني ما يعرفش انه فاكر انه هو ابن احمد زكي ومش، لا كانت حياته قاسيه جدا من هو صغير لغايه اخر يوم في عمره. كان وحيد جدا وكانت حياته صعبه وكان مظلوم كتير. وشال حمل فوق حمله. ومع انه كان موهوب جدا جدا بس ما خدش الفرصه. لو كان ربنا اداله عمر شويه كان يمكن بقى في حته تانية دلوقتي. طيب شيري عادل. الوصفه السحريه. شيري عادل ممثله لذيذه قوي، دمها خفيف وشطوره. واحنا اشتغلنا مع بعض الوصفه السحريه فتره طويله، يعني قعدنا 6 شهور نصور مع بعض. يعني عايزه اقول لها وحشتيني من ساعه الوصفه السحريه، ما شفتهاش، اتكلمنا كذا مره على التليفون. والدتها كانت تعبانه شويه فكلمتها كده يعني، لكن انا بقالي كتير قوي مش بقول. كان يمكن نعمل، على فكره كنت بسمع ان يمكن نعمل، كويس انك فكرتني. عايزه اسال فين صحيح الجزء الثاني من الوصفه السحريه؟ فين طيب؟ فين طيب؟ ضحكوا عليا وقالوا لي يعملوا جزء تاني. يعني في كلام كان في كلام على جزء تاني، مش وتر حساس. الوتر حساس من الوصفه السحريه كان في كلام ساعتها، بس ما اعرفش. ويجي منه جزء تاني ده يجي منه اجزاء. والله. خلي بالك الوصفه السحريه ده قماشها طويله عريضه. قصص البيوت ما بتخلصش طبعا. يا ريت يبقى في، احنا محتاجين حاجه باللون الخفيف اللذيذ. طيب حاجه لمامتك بقى تقولي لها ايه؟ ست جابي. اكيد اسمها جابي. اقول لها ايه؟ لا اقول لها ايه؟ ده قاعده معاها في البيت طول النهار. هقول لها ايه تاني؟ هي زهقانه مني. عايزه اقول لها يا ماما انتوا صحاب طبعا جدا. احنا صحاب قوي قوي، صحاب قوي، بس ده ما يعنيش ان احنا ساعات ما بنولعش في بعض في البيت طبعا. انت فاهم كلنا كده. لكن هي حبيبتي، هي مصدر احساسي بالامان. وهي هقول لك ايه، هي السكن بتاعي يعني. فاهم؟ طالما ماما موجوده فاحنا تمام. فربنا يديها الصحه. ياسمين عز. برافو عليها. طبعا بغض النظر عن اتفقت او اختلفت مع لا انا بسال. برافو عليها، او برافو على اللي فكر يعمل يعني يوديها في الحته دي. يعني حتى لو دي مش وجهه نظرها او مش افكارها او ما كانتش رسمه لنفسها الحته دي، فبرافو عليها، او برافو على اللي حطها على التراك ده، لان هي بقت ترند. اختلفنا بقى، اتفقنا، حبينا ما حبيناش، لكن في الاخر احنا في زمن الترندات.
شئنا ام ابينا، وده واقع وحقيقه. وجزء من نجاحك بيتقاس بالترند اللي انت بتعمله للاسف، ولو اني انا مش مع ده، أنا فاهم، ولكن ده واقع ودي حقيقه. وجزء من فشلك برضو بيتقاس بالترند اللي انت أكيد، بتعمله أكيد، برضو. أكيد. لكن هي هتحطت في حته، مين ما بيعرفش ياسمين عايز النهارده؟ مين ما بيتكلمش عن ياسمين عايز؟ ده ذكاء. مين ما بيشوفش الريلز بتاعتها؟ مين ما بتتريق او بتاكد او بتنفي فاهم. او مع او ضد؟ شريهان ابو الحسن زميلتي وصاحبتي وصديقتي ونجحنا مع بعض وبقول لها وحشتيني جدا، عشان احنا متوقفين بقالنا شويه عن البرنامج، وبتمنى لها يا رب النجاح، لان هي شريهان عندها باشن للي بتعمله، يعني عندها باشن قوي، بتحب شغلها قوي، مؤمنه جدا باللي بتعمله، مؤمنه جدا، يعني الموضوع مش بالنسبه لها شغل، الموضوع بالنسبه لها رساله. فاهم قصدي ايه؟ فبقول لها ربنا يوفقها يا رب في البرنامج بتاعها اللي جاي ان شاء الله. احنا اتبسطنا جدا ان انت كنت معانا ميرسي أوي يا النهارده، عمر، انا كمان. واتمنى بجد تكوني اتبسطتي معانا. انا استمتعت جدا جدا بوجودي معاكم وانبسطت قوي، واتكلمنا في حاجات كتير، ويا رب الحلقه تعجب الناس بقى.